السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب يامين. ويلقاكم هذا الفيديو بخير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم هذا الروسكو غير بالملعقه، بلا طبع، بلا حتى شي حاجه. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فاول حاجه بالنسبه للمقادير، عندي 2 بيضات، كأس من عصير البرتقال، 6 ملاعق من الزيت. هذا هو العبار ديال الملعقه اللي خديت منها العبار. 6 المعالق ديال الزيت، زيت المائده. 6 المعالق ديال السكر. عندي حبه النافع عفوا. وعندي يمكن لكم ديروا حبه حلاوه، ديروا اي الحبوب اللي كتبغيو. قبيصه ديال الملح اكيد. وعندي هنايا 7 غرام ديال الالزا. عندي 15 غرام ولكن غنستعمل غير 7 غرام. وبالنسبه للطحين كيبقى على حسب النوعيه وعلى حسب الخليط. ونبداو بسم الله على بركه الله. الطريقه: في بول افيك 2 تمثالين القبصان الملح، 7 طنجين الزيت، 7 طنجين السكر. نخلط مليح، نخلط يعني مره ليكيدو. من بعد ذاني غير كاسنين سومون العصير، عفوا العصير ديال البرتقال، خلطت معاه شي شويه ديال العصير الحامض، غادي شويه من العصير الليمون هكي ساني غنافعني. ودابا نبقى نزيد الطحين شويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه. هذا بدي غاداني ان شويه ارضي غتجمع العجين هكي ساني الزا. ماشي داك نتنيه 7 غرام اولا زعما غنجاشني ايزيكسي غرعبه تني اكس ايكير ان الزا كسيه كنت 7 غرام. صافي بدي غنخلط غاوض اخمي جمع غصابلي، جمع ثقل الاطراف الاصابع وصافي. هتجمعها مليح ارغا جمعها عشتيني مره. بالنسبه للطحين تبقاو تزيدوا شويه بشويه، ما ديروش دفعه واحده باش هكذا ما تغلبش عليكم العجينه. صافي تبقاو تزيدوا شويه بشويه. هاد العجين ما كيجيش قاصح وما كيجيش رطب، كيجي بحال الشكل ديال العجينه ديال الدونوت. يتسد الشغر نواشتي دونوت الا دونوت خمينيت نتجا افيايح نان خميتي نجبر نان يسدهن على حراره المطبخ. وذني تصفي اجمع مارياش ديال مش تورنت كيدير ماشي داك نتني غادا عني غان شويه باش واخا فيه غتجب. وما ثقنت ذي مصادور راني غدي الروبوت يتغي ما احسن باش وتقنت بو الطس نتمارا مرا كنت الروبوت اكيد الصراحه دو صغاري الا نهار كي غموسوفوس عكزغ تيجبد عاوتاني. وصافي اتجمع العجين حتى هذه من مره سوانني مش داك نتني وقت عشتيني. من بعد ما جمع مرة اسوان مش داك نتني على حسب الخليط يتصدم القوام النص يعني ما مش باين. راك ندير الفيديو هذا هو القوام اللي خاص تحصلوا عليه. غنخليه 10 دقائق غادي يرتاح 10 مينوت غيريح انعذو نخدم. ثاني تاكسي غيش نستنيه ثقي غادي شويه النوان. لابد ما تفرشوا الطحين الطاوه فين غادي تحطوه لحقاش مازال غادي نخليوه يخمر شي شويه. انا غادي ندير معاكم الطريقه الاصليه والتقليديه ديال الروكو. نشكي كنت كاع الطريقه التقليديه نتاع الروكو كنت تخصن تتسارح نتا شتي تقسن لومبورتي بيس غا كنت كل الحريه. لكن تعجبني الطريقه التقليديه وامو ماشي كذي توارنت. بالنسبه يوتما قد وتما يديروش المقادير ناروكويا وتما كريمات وجاها غاس تحيه. شكرا الاخت ديالي هي اللي عطات لي لا غوسيت وهي كديروا بطريقه واحده اخرى كتسرح العجينه وكتقطعوا بالكاس وواحد الغلاقه اولا يمكن لكم ديروا لومبورتي بيس. لكن انا كنفضل الطريقه عفوا التقليديه باش كيتصاوب هذا الروكو. كناخذ هكذا كويره وكندير ليها واحد كنحدث ليها واحد الثقب. الا شفتوا العجينه كتلصق لكم ما بين الايدين كيف ما شفتوا انا درت مرمت شي شويه يدي غير هكذا في الطحين باش ما تلصقش ليا العجين. وكنستمر بنفس الطريقه. ويمكن لكم ايضا ديروا حربول وتديروه بحال هكذا الروسكيه او لا دائريه. والفيديو راه شارح نفسه باين. وهنايا كما قلت لكم ولا بد ما تفرشوا ليه الطحين باش هكذا ما تلصق لكمش هذيك العجينه. كما قلت لكم راه هي كتلصق شي شويه. صافي كنستمر بنفس الطريقه وحتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. كتعطي ما شاء الله تبارك الله كميه كبيره. غير 2 حبات من البيض كتعطيك كميه كبيره. صافي من بعد ما كنساليو كندوزو هنايا كنسخنوا الزيت. الزيت خاصها تسخن مزيان
ومن بعد غادي نجربوها واش سخونه مزيان. انا غادي ندير فيها واحد الحبه صغيره كنديرها دارها اكرم ديالي. خديتها جربتها في هذيك الزيت لقيتها سخونه. ملي كتلقاو الزيت راه سخونه كتنقصوا عليها تماما. خميغه ثم زجت مليحه تحمى السنقس نتما راه خميدي صغات كنت الروسكيه سني ني الروسكو بركي خميني مرات تجي نتثو عرات مسي يحرقوا يتنيني هذا اخر. الا خليتو النار عاليه هاد الروسكو راه غادي يتحرق لكم وما كيطيبش في الداخل كيبقى معجن. هذه خذوها نصيحه باش تنجح معكم 100% هاد الوصفه. وصافي كنبقى نقلبهم شويه بشويه وكندورهم باش هكذا كيتحمروا على جميع الجوانب. واذا نتوني خصنا سي السكر كلاصي وني خصنا سي السكر قرقافه من تغسل خمينيت نتصفوا زيزج تقد. هنايا من بعد ما كيطيبوا ليا مزيان كنتاكد انهم طابوا ما معجنيش من الداخل كناخذ واحد السلك اولا واحد فرشيطه وكنديرهم على واحد بابي وها هما واجدين عندي. وهذه هي النتيجه النهائيه اللي ديال هذا الروسكوس اللي شاركت معكم. نتمنى الاعجاب ديالكم. الى وصفه قادمه باذن الله. مع السلامه. باي باي.